مش بيقول كده، تبقى الظروف هي اللي بتحكم اللي بيحصل يعني على حسب، انما محدش بيبقى محدد قبلها غير لما بيكون فعلا شخصية عجيبة. هو الناس بتحدد قبلها، بعضهم بيكون لانه سيلف سنترد قوي او مركز على نفسه قوي وعلى احتياجاته قوي وعلى رغباته هو قوي، فبيقرر انه يلبي احتياجاته ورغباته، فهي عايزه تبقى فهي هتتجوز علشان تبقى سواء في عريس مناسب او مش مناسب هي هتاخد الجزء اللي يخصها. لو الدنيا كويسه احنا هنكمل، الدنيا مش كويسه خلاص كل واحد يروح لحاله. زي لما تنزل مثلا يعجبها حاجه في فاترينا تشتريها عشان نفسها، عشان في الاخر خالص صورتها هي والفيو بتاعها على مستوى المجتمع يعني ده هي محتاجه الاحتياج ده فهي بتلبي. فده جزء من سمات الشخصيه النرجسيه في السيدات، هو ان هي تبقى مركزه مع نفسها ومع احتياجاتها وبس، في يعني صبغه انانيه كبيره قوي في تعاملها. الجزء الثاني برضو من السمات المشهوره بس محدش بياخد باله يا دكتور، يعني الناس لما بيجي مثلا دلوقتي حد يتقدم لواحده ما بياخدش باله ابدا ان ديت شخصيتها كده، يقدر ازاي يعرف ان دي شخصيتها كده؟ ايه السمات اللي احنا نقدر نعرف فيها الست النرجسيه او الشخصيه النرجسيه عشان نتلاشاها من الاول؟ اولا ان هي هتكون مهتميه جدا بنفسها ومركزه مع نفسها بزياده. نخلي بالنا ان هي من ضمن الشخصيه النرجسيه او النارسستيك بيرسوناليتي ديس اوردر، ده اضطراب الشخصيه النرجسيه، ده موجود ضمن المجموعه بي من اضطرابات الشخصيه. المجموعه دي فيها ايه؟ فيها الشخصيه الحديه وفيها الشخصيه الهستيريه وفيها الشخصيه النرجسيه، فالثلاثه بيتميزوا بالدراما الاوفر، فهنلاقي انها بتعمل من الحبه قبه زي ما بنقول، دايما دراما، والدراما دايما بتكون لصالحها، فلما بتزعل من حاجه بتافور قوي ودايما في صالحها، هي ما بتغلطش، ما بتشوفش نفسها بتغلط وما بتعتذرش كمان، لانها شايفه انها دايما مظلومه وانها محتاجه انها تستحق اكتر من اللي بتاخده ده اقل من اللي يناسبها، فبالتالي هي ما بتغلطش ومحتاجه اكتر، فدايما بتجبر الاخر على الاعتذار وعلى انه يغلط نفسه وهكذا. من ضمن برضو سمات الشخصيه دي ان احنا هنلاقيها دايما محتاجه الفلاترنج او انها يتقال لها كلام حلو على طول، وبتطلب الكلام الحلو وبتطلب ان الناس تشجعها وتهتم بانجازاتها ويهتموا بالحاجات اللي بتعملها ويشكروا عليها ويثنوا عليها طول الوقت. علشان كده زي ما بنقول هي محتاجه، بنلاقيها بتهتم قوي بنفسها، بعمليات التجميل، بالحاجات الكتير، هوس بانها كل شويه ترفع صورها على السوشيال ميديا، عايزه دايما الانتباه يبقى عليها وتبقى في مركز الانتباه وتاخد دايما كلام ايجابي. من ضمن الحاجات برضو انها لما تيجي تتكلم مثلا نلاقي ان الكلام دايما بتحكي عن نفسها وعن انجازاتها بصوره مبالغ فيها، ان هي محور الكون او محور الاسره او هي دي العظمه كلها لربنا ثم ليها. بالظبط. فلما حد مثلا هو بيكلمها يقول لها انا تعبت النهارده، تقول له ده انا تعبت اكتر منك بكتير. عارفه حضرتك الناس اللي بيعلوا على بعض ان انت ما ينفعش ان انا اتكلم والاقي اللي قدامي بيتعاطف، هي ما بتتعاطفش، هي مركزه مع نفسها اكتر، فطول الوقت هي انت مشاعرك مش مهمه، انا مشاعري الاهم، فلما انا هشتكي من حاجه هلاقيها هي بتعلي عليا في الحاجه دي، ما بتتعاطفش، ما بتقولش ايه اللي تعبك، طب حقك عليا، طب يعني نشوف ايه المشكله ونحاول نحلها، ولكن دايما بتبقى مركزه انت زعلت انا زعلت اكتر بكتير وهكذا. وبتحول الحياه لجحيم، والاسره بتبقى للاسف عايشه في ماساه. هو ممكن ياخدها ملكه جمال وممكن ياخدها بنت ناس ومحترمه ومهذبه على كل المستويات، الا نقطه معينه ممكن هي دي اللي تتلف الاسره كلها، لان هي مش بس بتهمل زوجها او بتبقى بتحسسه بالدونيه او ان هو دون المستوى ان هو يكون في محور اهتمامها، لان هي ليها برضو صورتها وليها اولادها وليها عيشتها قدام اسرتها، فمش مهم زوجها ده خالص بتهمله مثلا، لا كمان ممكن ان هي تاذي ولادها، ممكن تقول لهم مثلا انا كنت اشطر منكم، انا كنت احسن منكم، انتوا كنتوا مثلا بتلعبوا كده، لا انا كان ليا رياضه، انا ليا، تتعالى على الولاد فيطلعوا محبطين، ما كل واحد وقدراته. ايوه ممكن ده يحصل، وممكن يبقى انها بتبوظ علاقتهم بالاب، انها دايما بتركز على نفسها في مقابل الاب وتشرح ده قدام الاب، انا عملت كذا الاب ما بيعملش، انا اميز منه، انا بهتم بيكوا الاب ما بيهتمش بيكوا، انا بعمل كذا هو ما بيعملش، انا بصرف الحاجه الفلانيه هو ما بيصرفش، فطول الوقت هي بتحسسهم بان هي مميزه حتى لو ما كانش المقارنه مع الولاد، لان الولاد جزء من صورتها، لو هي بتعتبرهم حاجه كيانها، فبالتالي مش هتاذيهم قوي لان هم جزء تبعها. ما تخيلتش الحته، لكن تاذي الراجل لان برضه هو مش معانا، هو بره الدايره دي، ده دوره انتهى. يقدروا يعالجوا ازاي الشخصيه دي قبل ما تكبر بقى وتتفحل وتطلع لنا اسر ممكن تاذي المجتمع وتاذي ناس؟ حرام يعني، في ناس ولاد ناس يعني ممكن يتعرضوا للهلاك بسبب شخصيه نرجسيه ممكن تكون ما تستاهلش اصلا عيشتها. فاحنا الجزء الاولاني ان احنا اضطرابات الشخصيه بتشخص عند سن 18 سنه،
طبعا في سمات باينه من بدري. الام هنا بقى اللي بتعمل الشخصيه النرجسيه تربيتها اللي بتدعم وجود الشخصيه النرجسيه، لان اضطرابات الشخصيه فيها جزء جيني وفيها جزء سلوكي وتربيه، وده جزء مهم جدا نخلي بالنا منه. فالجزء بتاع التربيه نخلي بالنا منه في ايه؟ ان انا ما اقعدش انفخ قوي واعظم قوي، انت ما بتغلطيش، برافو عليكي، انت هايله، لو صاحبتها زعلت هي صاحبتك اللي غيرانه منك، لو حد غلطها لا هم اللي غلطانين. في امهات فيها وحجم بتدافع فيها قوي عن ولادها طول الوقت وبتنفخهم جدا، فالولاد بيتحولوا لانه بيعدل على الكابتن اللي بيلعبه، لا الكابتن مستقصدني فانا مش انا اللي بعمل حركه غلط، الكابتن هو اللي غلط، وهكذا. ونلاقي ان دايما في المدرسه لو المستر زعق ان لا المستر ده احنا بندفع فلوس، والمدرسه لا يسمعوا الكلام، ويعني ايه زعلك مش من حقه، وهكذا. فدايما الام بتخليها تعدي السلطات ومفيش سلطه نحترمها او نقف عندها. في نفس الوقت لانها انانيه فبتبتدي يعني كل حاجه ليها، والام بتدعم ده، ما بتقولش دي حاجتك ودي حاجه اخواتك، او طفله وحيده فهي ما عندهاش حد اصلا تقسم معاه، فكل حاجه بنوفرها لها وبنلبي كل احتياجاتها، لان احنا شايفين انها لوحدها وتستحق انها تاخد كل حاجه. فكل ما بنديها استحقاق عالي كل ما الامور بتسوق معاها اكتر وبتظل عندها فكره الاستحقاق، بنمي عندها الانانيه بالظبط. فبتتعامل مع اولاد الناس اللي حواليها ان هي اعلى منهم، وهي الاهم وهي كمان الضحيه اللي هم بيجوا عليها في اي موضوع. ايوه، لما هتيجي تدينا بقى رد فعل ونلاقي انها دراما، الام بتدعم الدراما وبتشجع عليها. الدور اللي بيقع على الاسره ان هي تربي الولاد من وهم صغيرين زي ما حضرتك قلتي، يخلوا بالهم جدا ان في ناس عندها ميول بالفطره، يعني ممكن يكون ده حد صغير مش دريان او مش فاهم، بس عنده الجين بتاع النرجسيه اللي هو حب الذات اكتر من اللي حواليه، وان هو يأذي اللي حواليه على حساب نفسه. الموضوع يعني نخلي بالنا، نركز معاهم، نشوف الناس ديت بيعاملوا ولادهم ازاي، ونتجنب الطريقه اللي بيعاملوا بيها ولادهم طلعتهم لنتيجه بتضر المجتمع حواليهم مش بتضرهم. هم عادي مفيش مشكله، بس بيضروا الناس، يعني دول زي قنبله موقوته. بالظبط. والاهل كمان اول ناس بيتضروا هي الام والاب لما بتكبر وبيبقى مطلوب منها حاجات ونلاقيها انانيه جدا، مش عايزه تساعد اي حد في اي حاجه، ولا بتشارك في اي حاجه، ولا بتقدر ظروف الاسره. هي مش بتتأذي بالظبط، ما بتسمحش ان حد انها تتنازل عن اي حاجه من حاجاتها. احنا المشكله هنا ان الاهالي بياخدوا الاكستريمز دايما، او يعني الاختيار الاقصى كل مره. فلما نقول لهم ان ما تعمليش كده مع بنتي تقولوا ما عايزيني اطلعها شخصيتها ضعيفه ومهزوزه ومكسوره. هو احنا ما ينفعش بقى هي اللي عايزه تتعالج. هو احنا ما ينفعش نعمل بالانس او توازن، يعني احنا يا تبقى شخصيتها نرجسيه يا تبقى مهزومه ومنكسره. احنا محتاجين نبقى في النص ما بين انها تبقى عارفه حقوقها وعارفه واجباتها وتقدر انها تدافع عن نفسها، ولكن من غير ما تاذي الاخر.